شعورك وانت تلقى ترحاب كبير من الامنيين؟ والله يزيد يطمن شوية، وإن كان الأمنيين خاصة الجيش والأمنيين قاعدين يتلقوا في أتعاب كبيرة، ويلزم الشعب يكون إلى جانبهم في المقدمة معهم، خاطر الظروف صعبة شوية. انت سألتني على القانون اللي مش يتنفذ، اللي يخص الفصل 13 من الجنايات الجزائية، واللي اسونسيالمون يخص الاحتفاظ، واللي يخص حضور المحامي في الجنايات، وفي اللي قاعدين نناقشوا فيه احنا تويكا هو الجاهزيه على مستوى اللوجيستيك، خاطر هو يتطلب امكانيات باش نجم نكونوا احنا جاهزين. بالنسبه للمأمور الضبط العدليه ما عادش يتخذ قرار مباشره في الاحتفاظ بذي الشبهه، لابد انه يرجع للنيابه العموميه ويرجع السيد وكيل الجمهوريه راسا باش يستأذن منه في خصوص الاحتفاظ. المظنون فيه ولا ينتفع بعديد الامتيازات، وهي مش امتيازات، هي ضمانات اللي مش تحميه في الحرمة الجسدية متاعه، واللي تخليه ينجم يضمن مرافعة. توا هبطت شوية للضبط العدلية، ولا أصبح المحامي قادر باش يساعد ذي الشبهة باش يدافع على حقوقه. احنا عملنا أيام دراسية على مستوى مدرسة تكوين ضباط شرطة مساعدين بوزارت في استعداد، حضرنا فيها النيابة العمومية، وإن شاء الله في المستقبل باش نفتحوا شوية على المحامين باش نشوفوا هما كيفاش خذاو وكيفاش قراوا القراءة للقانون هذا، وكيفاش باش يتعاملوا مع مأموري الضبط العدلي على مستوى على الميدان. خاطر تبقى ديما فما مش إشكال، لكن يبقى ديما مسألة تتعلق بالجانب العلايقي، كيفاش مش يتعاملوا مع بعضهم، كيفاش يقبلوا بعضهم، وان شاء الله مش يطبق هو كقانون. احنا هنا لتنفيذ القوانين، ان شاء الله مش يطبق، ودينا نستعدوا على الاقل قبوله على مستوى فكري باش نجموا نفهموا القانون ونحاولوا الماكسيموم ان ننفذوه على احسن وجه، وان شاء الله فما كان خير حول الله. حتى الاولاد نتاعنا اللي مش تخرجوا السنه اعطيناهم فكره وحضرناهم في الايام الدراسيه باش هما بيدهم يكونوا مستعدين للتعامل مع قانون جديد. سي مراد، اكيد عشتوا بعد الثوره مرحله انفتاح كبير سواء على وسائل الاعلام على المجتمع المدني، هل كان عندهاش تاثير في مراجعه بعض منظومه التكوين داخل وزاره الداخليه؟ أكيد كان عندها تأثير كبير ياسر، خاطر الانفتاح كان بالدرجة الأولى في صالح المؤسسة الأمنية، لأنه الانفتاح هو مصالحة بين المؤسسة الأمنية وبين المواطن. ولينا قبل كنا مع أعداد متاع الأمنيين كان في المؤسسة الأمنية، اليوم ان شاء الله اصبحنا الشعب التونسي كله امني، الشعب التونسي كله ولات عندنا الثقافه نتاع البعد الامني للمواطن، وهذه هي اللي مش ان شاء الله تعاوننا في مكافحه الجريمه، وشفتوا النتائج نتاعها على مستوى مكافحه الارهاب. فاحنا تقبلناها وقاعدين نحضروا في رواحنا على مستوى منظومه التكوين الكل باش نجهزوا زاد نحضروا العوالم نتاعنا واطاراتنا لتحسين العلاقه بيننا وبين المواطن. والمجتمع المدني زاد مش مقصر، قاعد يحضر في المجتمع لحسن التعامل على مستوى امني باش نكافحوا مع بعضنا الآفة نتاع الارهاب.
إلى كلمة السيد مدير المدرسة. وزير الداخلية السيد والي بن زرت، السيد مدير عام الأمن الوطني، السيد مدير عام التكوين، السادة المديرون العامون، السادة المديرون، السيد رئيس النيابة الخصوصية بلدية بن زرت، السادة الضيوف الكرام. يسعدني اليوم وإطارات وأعوان وعملة المجلس الوطني لتكوين ضباط شرطة مساعدين ببن زرت أن نرحب بكم وبضيوفكم الكرام. ومدرستنا تحتضن احتفالات تخرج دفعة جديدة من حفاظ الأمن تحت سامي إشراف السيد وزير الداخلية. التلميذ حافظ أمن رئيس شريف سعود، أمرك سيد وزير الداخلية. ما هو الاسم الذي ستطلقونه على هذه الدورة يا سيد وزير الداخلية؟ هذه الدورة اسم دورة الصمود. بسم الله الرحمن الرحيم. باعتزاز وفخر أشرف اليوم على فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من حفاظ الأمن برحاب هذا الفضاء التكويني الذي ساهم ولا يزال في تكوين أجيال من أعوان الأمن. وبهذه المناسبة أهنئ أسرة الإدارة العامة للتكوين على ما بذلته من مجهودات لإكساب المتكونين المعارف والمهارات والسلوكيات التي تؤهلهم لمباشرة مهامهم بكل اقتدار وحرفية. راية المدرسة، قائد الاستعراض العقيد بشير العباسي، مختلف تشكيلات الدولة. سيد الوزير، هنيئا لنا بتخرج هذه الدورة التي تحمل دورة الصمود، وهو تكريس وتأكيد لصمود المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية ملتحمة بشعبها من أجل حماية الوطن. احنا مكتعرف كل ما تتخرج دورة جديدة ولا دفعة جديدة من ضباط أو من حفاظ الأمن راهو ديما مكسب جديد للمؤسسة الأمنية ودم جديد للمؤسسة الأمنية يجي دعم المكتسبات اللي عندنا. تعرفوا أنه كل ما نتحدث عنه من مشاريع حول إرساء نظام جمهوري، حول إصلاح المنظومة الأمنية، هذا الكل جوهره التكوين. التكوين هو توا الآن من الأعمدة متاع الأمن اللي لابد أن نخصوا له أكثر إمكانات، أن نستثمروا فيه أكثر من هذا، لأنه هذا مستقبل الأمن إن شاء الله. نتمنى أنهم سريعا يدخلوا في الدورة الأمنية كيف ما يقولوا، ويكونوا معناها لمساندة زملائهم. نبقاو في مجال التكوين. هل سيرت يعني برامج التكوين المتبعة معتمدة من طرف وزارة الداخلية المستجدات الأخيرة في تونس، خاصة مثل مكافحة الإرهاب ومقاربة حقوق الإنسان؟ هو التكوين
معناها ما تنجم تحكم وما تنجم تعمل تقييم الا الحقيقه بعد جيل كامل. على كل حال ان شاء الله نقولوا البوادر نتاع التحسن موجوده ويلزمنا نخدموا عليها، لكن اعتقد انه مازال مبكر انه نعطيو حكم هكا نقولوا معناها وصلنا لمستوى كبير. مازالت الخدمه، مازالت ومازالت برشا ان شاء الله.